السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. النهاردة هنعمل وصفة جديدة جدا على قناتي واتمنى انها تعجبكم. هنعمل مع بعض كيكة بالشوكولاتة بصوص الشوكولاتة، كيكة بالشوكولاتة وعليها صوص شوكولاتة كمان. حكاية حكاية حكاية. بصي اعتبري جاتو سريع، اعتبري حاجة حلوة سريعة للأولاد، يعني حاجة جميلة جدا. الصوص اللي عليها بيدي للكيكة طعم أكتر من رائع. بطريقة سهلة جدا جدا وفي الخلاط، يعني كله في الخلاط وبالدقيق العادي جدا. وبيضتين اتنين، بس باتنين بيضة. آه، يلا مع بعض ندخل ونشوف الوصفة الجميلة بتاعتنا دي اتعملت ازاي. وصوص الشوكولاتة الحكاية الاقتصادي ده انا مسميه صوص الشوكولاتة الاقتصادي. جميل جدا لاني انا مش حاطة عليه شوكولاتة هنا. يلا مع بعض بقى نشوف الخطوات ونشوفوا المقادير. واول حاجة نسمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اجيب بقى الخلاط بتاعنا. تمام. هنزل فيه بكوبايه لبن، انا حطيت كوبايه وشويه لبن لان انا بعمل الصوص دوت. بعمله بكميه كبيره شويه لان عندي الاولاد بيحبوه، فانا بعمله بكميه كبيره. ممكن اعمل منه كيكه تاني يوم كمان، احط تاني على كيكه. وممكن ياكلوه في ساعتها، يعني ممكن ياكلوه كده مع كيكه. فانا بحب اكتر الصوص بتاع الشوكولاته ده شويه. فانتي ممكن تعملي الكميه اللي انا هقولك عليها دي، يعني تجيبي نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، عليهم نص كوبايه سكر، عليهم معلقتين كاكاو وباكت فانيليا. بس دي المقادير صوص الشوكولاته، سهل جدا جدا جدا. هنجيب ايه؟ نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، عليهم معلقتين كاكاو مليانين، معلقتين كبار مليانين، عليهم باكت فانيليا. انا هسيب لك كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف تحت، هتلاقي سهم كده. اضغطي عليه هينزلك لصندوق الوصف. انا بقى عملت كوبايه وربع لبن. تمام. حطيت عليهم 4 معالق كاكاو، حطيت عليهم كوباية سكر، حطيت عليهم كوباية وربع زيت. تمام. لو انت عايزة الصوص يبقى خفيف شوية، يبقى نقلل في الزيت شوية، يعني ممكن تخلي الزيت. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا حطيت اللبن على السكر على الكاكاو على الفانيليا. تمام. حطيت كل ده في الخلاط وضربتهم كويس جدا لغاية لما اتأكدت ان السكر داب. ما حطيتش الزيت لسه، انا حطيت اللبن والسكر والفانيليا. تمام. حطيتهم والكاكاو. حطيتهم الاول في الخلاط وضربتهم ضربه كويسه جدا بحيث ان الكاكاو يفك، لو في اي تكتلات يفكها. السكر يدوب معايا ويبقى ناعم كده. اتاكد ان السكر اختلط كويس جدا، اروح جايه نازله بقى بالزيت سرسوب صغير كده. انا طبعا عارفه مقدار الزيت، مقدار الزيت اللي انا عايزاه، فانا هحط كوبايه وربع لبن اللي انا حطيتهم. حطيت عليهم كوبايه وربع زيت. فانا بقولك عشان تطلعي صوص مظبوط زي دوت، شوفي تقيل ازاي. لو انت حابه تخليه خفيف ممكن تنقصي في الزيت بتاعك. حابه تخليه تقيل كده ممكن تزودي معلقه زيت كمان على النص كوبايه زيت اللي انت هتعمليها. يبقى اصبح ان انت ايه مقاديرك. لو انت حابه تعملي الصوص بكميه كتيره كده، حطي المقدار اللي انا عملته ده. عايزه تعملي كميه قليله يعني عادي، يعني ممكن تعملي نص كوبايه دي هتكفي على قد الكيكه اللي انت هتعمليها النهارده. مش هيبقى فيه صوص زياده عندك. اتمنى ان المعلومه تكون وضحت. يلا بقى نحضر صوص الكيكه. احنا نحط بقى الصوص ده كده خلاص في التلاجة ونحضر بقى صوص الكيكه. صوص الكيكه بقى عباره عن ايه؟ عندي كوبايه. الكوبايه طبعا اللي احنا بنعير بيها واحده في كل المقدار. الكوبايه اللي انا بعير بيها الزيت، السمنه، السكر، اي حاجه، اللبن، اي حاجه، الدقيق. كوبايه واحده في كل المقدار متغيرهاش. تمام. هحط بقى كوبايه لبن. ولو عندك لبن رايب هيبقى جميل جدا. ما عندكيش يبقى عندك، او عندك لبن حليب حطي عليه معلقه خل. معلقه خل كبيره كده وخليه على جنب شويه، هو هيقطع مع نفسه. عندك زبادي حطي كوبايه زبادي عليها نص كوبايه لبن حليب، هيبقى جميل برضو جدا. احط بقى في الخلاط لبن ايا كان بقى اللي عندك زي ما قلت لك، هحط كوبايه. تمام. وهحط نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، وهحط كمان 2 عدد بيض بدرجه حراره المطبخ. واحط عليهم 2 باكت فانيليا. وهنزل بمعلقتين كاكاو، بمعلقتين كاكاو اللي هو غير محلى الخام. انا بستخدم كاكاو دريم. هو بقى غالي جدا على فكرة، بس انا بستخدمه بيبقى جميل جدا وبيدي طعم جميل جدا خصوصا للكيكات والحاجات دي.
حطيت بقى معلقتين كاكاو خام، وحطيت عليهم نص معلقة كده صغيرة نسكافيه بلاك، او نسكافيه اللي هو ايه سريع الذوبان او سريع الذوبان. كل ده هضربه كويس جدا في الخلاط لغايه لما كل حاجه تدوب معايا، السكر يدوب والكاكاو مبقاش فيه كتل، يبقى كله ايه ضربته كويس جدا في الخلاط. هنزل بقى بكوبايتين من نفس المعيار اللي انا عامله بيه المقدار. هنزل بيه كوبايتين دقيق، بكوبايتين دقيق اكون نخليهم بقى بالمنظر دوت. وهنزل عليهم بباكت اللي هو البيكنج باودر او خميره الحلويات. تمام. دي كيكه سهله جدا، مش هتاخد منك اي وقت. هقلبها كويس جدا، حابه تقلبها بالمضرب اليد ومفيش اي مشكله، حابه تقلبها بالسباتولا زي ما انا بقلبها كده بتبقى حلوه برضو. هقلبها كويس جدا، وهجيب بقى صينيتي المدهونه سمنه ومسخنه طبعا الفرن. يعني انا دهنه الصينيه محضراها ومسخنه الفرن، وخلاص عملت الكيكه بتاعتنا. دي الكيكه بقى نزلتها كده، احطها بدرجه حراره 180 180 او 190 في الرف الوسطاني، من غير ما اولع الشوايه، بس تخلي النار من تحت كده 180 او 190 على الرف الوسطاني. بوتاجازك مفيهوش درجه حراره، تخليه درجه حرارته وسط، متخلوش عاليه، خليه على الوسط. هتقعد معايا في الفرن حوالي 30 دقيقه او 40 دقيقه، يعني بالكتير جدا. هطلعها بقى هتبقى بالشكل دوت. بس ده شكلها بعد ما طلعت معايا. اما بتطفي الفرن عليها بطلعها، ما بخليهاش. تمام، متخليهاش في الفرن عشان ما تهبطش منك. دي بقى شكلها هجيبلك بقى خله كده وتشوفيها، او عصايه الاستيش طاووق دي. بصي قلبها استوى وجميله جدا. المفروض بقى تحطيها تبرد بقى شويه، بعد كده تشتغلي فيها، هي لسه سخنه. هقلبها بقى في طبق او حاجه. بصي بقى قعرها من تحت جميل جدا. بصي بقى شكلها، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. بصي تحفه، مظبوطه على الشعره. بصي ما قعدتش معايا اكتر من فرن، اكتر من 30 ل 40 دقيقه، مش اكتر من كده. تمام. هقطعها بقى بالراحه كده، لو انت حابه تقطعيها قطعي، مش حابه ممكن بقى تجيبي صوص الشوكولاته وتحطي عليها صوص الشوكولاته عادي جدا، لكن احنا بنقطعها كده عشان يبقى كل واحد ايه. بصي بقى شكلها تحفه. هنزوقها بقى زي ما انت عايزه. اول حاجه ندهنها صوص الشوكولاته. وعلى فكره ممكن تعملها حاجه حلوه قوي، ان ممكن تفتحها نصين كده وتعملها زي الجاتو او التورته والحاجات دي. يعني ممكن تفتحيها نصين وتحطي لها من نفس الصوص ده، هتبقى تورتايه اقتصاديه. نفس الصوص ده بالظبط، تعمليه بنفس التقل وتدهنيها من في النص، وتحطي الطبقه التانية وترجعي تدهنيها برضو من فوق، هتزوقيها. انا كان عندي بقى الفرماسي اللي هو بالشوكولاته ده كان عندي، فانا حطيت عليها فرماسي شوكولاته. وكان عندي واحده اوريو برضو كسرتها، حطيت على واحده وواحده يعني. ده التزيين كان بتاعي. اتمنى الكيكه تعجبك النهارده، وتكون طريقتها سهله ومتاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود. والصوص بتاعها طعمه جميل جدا. انا عايزه اقولك الصوص حكايه بيخليها كأنك جايبه كده تورتيه جاهزه من بره، حاجه كده جميله جدا، وقوامها رائع جدا جدا جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك النهارده. متنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك، واخيرا وليس اخيرا ان شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.